صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تناولت خيانة سلطان المخزن للأمير عبد القادر في عددها اليوم 25 فبراير 1873. أماطت اللثام عن حقيقة لطالما اتفقت باريس مع المخزن على إخفائها. هزيمة الأمير عبد القادر لم تكن بسبب الأسلحة الفرنسية المتطورة، بل بسبب الخيانة التي وقع ضحيتها على يد السلطان المغربي مولاي عبد الرحمن، الذي تحالف ضده مع العدو الفرنسي لحصاره والضغط عليه. سلطان المغرب الخائن، وبعد أن دفع بالعديد من أنصار الأمير إلى التخلي عنه، أخرجه أخيرا بقوة العدد. حدث ذلك بعد أن أبرم السلطان عبد الرحمن مع فرنسا الاستعمارية معاهدة طنجة في عام 1844. الأمير عبد القادر وجه رسالة إلى علماء الأزهر في مصر أعرب فيها عن أسفه خنوع وتقلب النظام الملكي العلوي، واتهم السلطان مولاي عبد الرحمن علنا بالخيانة. الصحيفة الأمريكية كشفت وقتها عن خيانة الفرنسيين للأمير عبد القادر، حيث لم يحترموا شروط اتفاقهم معه، فقد عاهدوا بالأمان للأمير وعائلته وكل من رغب في مرافقته بالهجرة إلى المشرق. جنرالات فرنسا فضلوا الأمن على الشرف، ومن أجل التأكد من أن الأمير لن يسبب لهم المزيد من المتاعب نكثوا بوعدهم وأرسلوا أسيرهم إلى فرنسا. نيويورك تايمز وصفت الأمير عبد القادر بأنه أحد أمهر الملوك وواحد من بين ألمع القادة في القرن.